السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده فيديو مختلف عن بقية الفيديوهات. حاسه كده ان انا عايزه اتكلم معاكم وافضفض ونحكي مع بعض. يعني سموها اي حاجه بقى، مش عايزه يعني اقلد واقول زي ناس كتير يعني كوفي توك او ليتس توك او حاجه، يعني فضفضه، سموها فضفضه. يعني عايزه اقول لكم على، مش عايزه اسميها نصايح، بس زي دروس مستفاده او دروس الحياه علمتها لي، ونفسي اوصلها للسن الصغير اللي هم لسه في بدايه العشرينات، لسه بيبتدوا يكونوا شخصيتهم ويشوفوا مستقبلهم وحياتهم. طب بس قبل ما ابدا الفيديو، اعملوا المشروب بتاعكم، القهوه بتاعتكم او الشاي بتاعكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتختاروا اول علشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كان نفسي حد يقولها لي وانا في العشرين، انك تركزي على نفسك وما تقارنيش نفسك بحد. يعني ما تشوفيش صاحبتك عملت ايه، لبست ايه، اتخطبت لمين، عندها ايه، كل ده اشتغلت فين. كل ده مفروض ان انتي ما تركزيش عليه. ركزي على نفسك، ركزي ازاي ان انتي تشتغلي على نفسك، تطوري نفسك، ان انتي على قد ما تقدري انك تتعلمي كويس جدا، يعني تثقفي كويس جدا، تقري في كل حاجة، انك تطوري مهاراتك وتكتشفي مواهبك. يعني تتعلمي لغة، تسمعي بالانجليش الافلام المسلسلات، من كتر ما هتسمعي من غير ترجمة هتتعودي عليها، تكتسبي يعني vocabularies كتير او كلمات كتير. تنزلي ابلكيشن دولينجو عشان تتعلمي لغة واتنين وتلاتة. بصي، على قد ما تقدري في السن ده انتي ما عندكيش مسؤولية، بتشتغلي على نفسك، ان انتي مش مشغولة بحاجة غير نفسك. ده مهم جدا. ما تضيعيش الوقت في تفاهات، ما تضيعيش الوقت في ان انتي قاعده تعملي سكرولينج على السوشيال ميديا. كل ده وقت ضايع من عمرك، بترجعي بعد كده تندمي عليه وتقولي يا ريتني وانا فاضيه كنت عملت ده وده وده. زي ما قلت لك، اكتشفي مواهبك، لاني لما هتكتشفي مواهبك، بتحبي ترسمي، بتحبي موسيقى، بتحبي تعزفي، بتحبي تطبخي، بتحبي تفصلي، تتعلمي مثلا اشغال يدويه. كل ما تكتشفي نفسك وتعرفي انتي بتحبي ايه، ده هيساعدك جدا ان انتي يبقى عندك توازن نفسي. يعني ايه توازن نفسي؟ يعني متبقيش في حاجة بتضايقك قوي، يعني ان انتي مثلا قاعدة فاضية. ده هيساعدك ان انتي ازاي تعرفي تشغلي وقتك بحاجات مفيدة، وفي نفس الوقت تبسطك وتعملك اتزان نفسي. ما تحسيش ان انتي حاسة بفراغ داخلي جواكي عايزة تشغليه بان انتي تقعدي ترغي او تتكلمي في كلام ملوش لازمة، او ان انتي تدخلي في علاقة ملهاش لازمة. الحاجات دي بجد بتحميكي جدا وبتخليكي هادية ومستقرة نفسيا اكتر. كمان من المهم جدا ان انتي تتعلمي ازاي تهتمي بنفسك، ازاي تعملي سيلف كير. يعني ايه سيلف كير؟ تهتمي بنفسك، اهتمي بسلامك النفسي، بمودك، بمزاجك. زي ما قلنا، الهواية دي بتظبط مودك ومزاجك وبتخليكي مبسوطة لما تعملي حاجة بتحبيها. ان انتي تلعبي رياضة. لعب الرياضة ده يا جماعة مش حاجة يعني رفاهية او بنقلد ناس، لا، ولا عشان مثلا يبقى جسمك حلو. اوكي، هو هيخلي جسمك حلو، بس هو هيظبط مزاجك جدا، هيخلي دايما مزاجك حلو، وفي نفس الوقت صحتك كويسة. اهتمامك بصحتك من السن ده مهم جدا. ركزي على الاكل الصحي، ركزي ان انتي تحافظي على صحتك، لان انتي اللي انتي بتعمليه في العشرين ده النتيجة بتاعته هتبان بعد 10 سنين، لما تبقي في ال30 وتبقي في ال40. اللي عملتيه غلط هيطلع عليكي على طول في السن ده. هيبقى عظمك واجعك، مش قادرة تمشي، مش قادرة تتحركي، يعني هتعجزي بدري. وطبعا كلنا بنخاف من موضوع العجز، يعني بالذات البنات والستات. فخليكي واعية ومدركة للنعمة اللي انتي فيها دلوقتي. انتي في سن صغير، تقدري ان انتي تحافظي على اللي عندك وتزوديه. انتي تبقي مركزة جدا مع صحتك، دي حاجة مهمة جدا. ما تخليش اي حاجة في الدنيا تشغلك عن الموضوع ده. يبقى احنا قلنا دلوقتي السيلف كير، ان احنا نهتم بصحتنا النفسية عن طريق زي ما قلنا الهواية
طبعا التقرب لربنا وانك تحافظي على صلتك بربنا دي حاجة مهمة جدا. تهتمي بصحتك الجسدية، كمان تهتمي بالسكين كير والهير كير، مهمين جدا من السن ده. يعني ما تقوليش انا صغيرة وكده شكلي حلو ومش يعني مش مهم ومش عارف ايه، لا، لازم تحافظي على الحاجة اللي عندك دلوقتي عشان تستمري معاكي اطول فترة ممكنة. فطبعا عندك السكين كير دلوقتي يعني ما شاء الله، يعني انا عامله فيديوز عن السكين كير، ناس كتير جدا بيتكلموا ازاي تحافظي على بشرتك وازاي ايه هي البرودكتس اللي بتستخدميها وانتي في السن ده علشان تحافظي على بشرتك. فاتبعي الناس دي وتهتمي ببشرتك، طبعا تهتمي بجلدك بجسمك بنظافتك الشخصية. كل ده دي حاجات ما تقوليش بقى، ما تقعديش تأجلي حاجة او تسوفي حاجة وما تقوليش بقى لما اتجوز هبقى اهتم. لا، على فكرة البنت لو هي مش متعودة انها تهتم من وهي صغيرة، من وهي قبل ما تتجوز بالحاجات دي، صدقيني انا ده يعني عن خبرة وعن تجربة، صدقيني مش هتتغير ومش هتعرف تعمل ده بعد كده. فلازم تتعودي على ده من وانتي سن صغير، ان انتي تهتمي بكل تفاصيل جسمك، بكل حاجة، بكل صغيرة وكبيرة. اتعودي على ده علشان خلاص ده لما يبقى عادة عندك، حاجة بتعودة تعمليها على طول على طول، مش هتحسي بأي صعوبة بعد كده في ان انتي تهتمي بنفسك. لاني بعد مثلا ال30 او بعد ال40 انك تبدأي تهتمي بنفسك بيبقى الموضوع اصعب بكتير جدا، وبتكوني فقدتي جزء كبير من الحاجات اللي هي المفروض تحافظي عليها عشان تستمر معاكي. اتعودي ان انتي ما تاخديش فاليديشن من الناس. يعني ايه؟ ما تستنيش دايما رأي الناس في اللي انتي بتعمليه او اللي انتي عايزة تعمليه. لازم يكون حد دماغه زي دماغك، لازم يكون حد عنده خبرة في الحاجة اللي انتي بتعمليها. مش اي حد يقولك اي حاجة تصدقيها وتمشي وراه. يعني ما تستنيش ان انتي لما تعملي حاجة الناس تسقفلك وتقولك برافو او حلو او وحش. كل واحد بيقول من وجهة نظره هو، من خبرته هو، ده مش معناه ان انتي لازم تكوني ماشية وراه. انتي بتعملي حاجة تجربتك الشخصية، انتي بتجربي تعملي الحاجات ان انتي عايزة تعمليها. طبعا احنا بنتكلم في الحاجات اللي هي خاصة بشغلك، حاجة خاصة بهوايتك. ما تاخديش رأي حد، لان الناس دي مثلا ممكن تحبطك يعني، ودي اسهل حاجة على فكرة يعني. وده الحاجة الكومن او الشائعة عند الناس هي الاحباط. نادرا لما هتلاقي حد بيسقفلك او بيقولك استمري او اعملي، ده قليل قوي يعني. دي حاجة نادرة. فعشان كده ما تستنيش ان حد هو يأكد لك ان انتي صح او غلط. لا، انتي لازم تكوني انتي تجربتك، انتي اللي بتعمليها، انتي اللي بتجربي. سواء شغل، سواء اي تجربة جديدة انتي عايزة تعمليها، تتعلمي بيها حاجة جديدة، تتعلمي بيها مهارة جديدة. كل دي حاجات يعني ما فيهاش ان هي حد يقولك اه او لا. دي حاجات انتي لازم انتي اللي تعمليها بنفسك. كمان من الحاجات اللي انا اتعلمتها اني مش لازم الخطة اللي انتي حطاها لنفسك تمشي زي ما انتي عايزة. يعني ممكن تكوني مخططة لنفسك حاجة، هتخرج من الكلية الفلانية اللي انا عايزاها وهشتغل كذا وهعمل بيت كذا وهيبقى عندي ولاد كذا. ممكن ده انت تبقي مخططه له او بتحلمي بيه او عايزاه، لكن ربنا ممكن يغير لك خططك كلها في لمح البصر. بس تأكدي ان ربنا بيعمل لك الخير ليكي دايما. يعني الانسان دايما بيبص على قد، يعني على قد نظرته هو، على قد دماغه هو. طبعا احنا عقلنا ودماغنا مهما كان احنا عقلنا مش هنعرف علم الغيب، مش هنعرف ايه اصح حاجة. ربنا هو اللي دايما بيعمل لنا الصح وبيخطط لنا صح، حتى لو الظاهر لينا ان هو حاجة وحشة او حاجة احنا مش عايزينها او حاجة مضايقانا. صدقوني ان ربنا بيبقى كاتب لك الخير عشان تتغيري، علشان شخصيتك تتغير، عشان طريقة تفكيرك تتغير، عشان تتغيري للأحسن. ففي حاجة اسمها ان انتي
لو شخصيتك ما اتغيرتش بالطريقه سوفت، تغيري بالطريقه الهارد. يعني ايه السوفت؟ ان انتي تبقي عارفه وواعيه لتصرفاتك، واعيه لشخصيتك، واعيه لطريقه تفكيرك. ده نادرا لما بيكون اي حد في السن ده، حتى في يعني في سن كبير برضه، نادرا لما بيكون في شخصيه الا اذا كانت هي مثقفه، قاريه، متعلمه، قرت عن اللايف كوتش، وازاي تغيري طريقة تفكيرك، ازاي يكون عندك فلكسبيليتي، ازاي كان عندك مرونة وتتقبلي الحاجة، وتتعلمي ازاي تديري الوقت، وازاي مش عارفه. بصوا بيبقى فيه طبعا حاجات كتير جدا، نقط كتير جدا اغلبنا ما بيبقاش في السن ده هو مدركها او متعلمها، او واخد كورسات ازاي يغير من شخصيته ومن طريقة تفكيره عشان يبقى ناجح في حياته وسعيد في حياته. مش نجاح في العمل بس، كمان سعيد في علاقاته بالناس، وبيبقى وعنده وعي وإدراك ازاي يتعامل مع كل الظروف اللي حواليه. دي مش بتبقى موجودة في السن الصغير، وكمان ممكن تكون في السن الكبير برضو لو هو مش قاري او مش عارف. مش عارف، حاسه اني برغي كتير. فانتي لو انتي ما عندكيش الادراك ده، بتتعلميه للاسف بالطريقه الصعبه، اللي هي ان ربنا بيحطك في موقف صعب يخليكي تغيري طريقه تفكيرك، ويخليكي تتعاملي او تفكري بطريقة تاني، والطريقة التاني دي هي الصح والخير ليكي. فعشان كده بقولك انت تقري كويس قوي في العلاقات بالناس، بالرجل، بالاطفال. لازم يكون عندك الثقافة والوعي ده قبل ما ترتبطي بحد. وده هيدخلني للنقطة اللي بعدها، قبل ما ترتبطي بحد او تتخطبي او ان انتي يبقى عندك اسرة او عندك ولاد، لازم تكون عندك وعي كافي جدا للخطوة دي. لازم تكوني مدركة لكل حاجة فيها، وده عن طريق القراية، انك تتابعي ناس بتتكلم في الموضوع ده، اللي هو ازاي تكون علاقتك بزوجك هتبقى عاملة ازاي هو بيفكر، ازاي انتي تعرفي تتعاملي معاه، وازاي بعد كده لما ربنا يرزقك بأطفال ازاي انتي هتتعاملي مع الأطفال. كل ده لازم يكون عندك وعي، لازم تكوني مدركة، ما تتصرفيش كده زي ما انتي شفتي او زي ما اهلك اتعاملوا معاكي، لان ده الناس بتتعامل عن جهل، وده بيعمل مشاكل كتير جدا، وحاجات انتي ممكن تلحقيها قبل ما تحصل. فطبعا هو حوار كبير قوي يا جماعة، وانا مش عايزة ارغي في الموضوع ده كتير، بس بجد اهم حاجة القراية، الوعي، تتابعي ناس بتتكلم في المواضيع دي علشان تبقي مدركة لكل الحاجات دي. بصوا يا جماعه، انا خايفه ان الفيديو يطول مني، فعشان كده هكتفي بالحاجات اللي انا قلتها دي. اكتبوا لي تحت في الكومنتس، انا بتبسط قوي 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 بتعليقاتكم، وبتبسط قوي لما يكون في تفاعل كده مع الفيديو. فاكتبوا لي تحت اذا كان النوعيه دي من الفيديوهات عجبتكم، واذا كان فعلا استفدتوا من اي حاجه من الكلام اللي انا قلته، ولا لا خلاص ما كررش التجربه دي تاني. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.